مقفولين بالمرة، مش ممكن ما فماش فريق يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجه جمهور بس النادي الاهلي. مش ممكن الشياطين الحمر مش ممكن على هذه الاسطورة الاهلاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباء جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم. إن شاء الله يوم الخميس في مدينة ميامي بولاية فلوريدا هتقام مراسم قرعة كأس العالم للأندية اللي بتضم 32 فريق من أقوى أندية العالم وفق التصنيف، وهيشارك فيها النادي الأهلي. هتقسم ال 32 فرقة إلى 8 مجموعات، كل مجموعة هتضم 4 فرق. الأهلي في التصنيف الثالث، معاه الوداد ومعاه الهلال السعودي. في التصنيف الرابع الترجي وصن داونز والعين الإماراتي. فيما يتعلق بأخبار الفريق، الحمد لله خبر صار، أشرف داري الحمد لله جاهز وبيشارك في التدريبات الجماعية، ومعاه وسام أبو علي، 2 لعيبة من العيار الثقيل وهيأثروا جدا مع الفريق بشكل إيجابي. وإن شاء الله يا رب عقبال علي معلول وعقبال محمد هاني. فيما يتعلق بموقف إمام عاشور، موضوع إمام عاشور انتهى وكانت زوبعة في فنجان. حاول البعض ان هو يضخمها، لكن الاهلي بمبادئه وقيمه ولوائحه اللي بتمشي على الكل تم تحذير انه يبعد عن السوشيال ميديا وما يتعرضش نهائي لا للزمالك ولا لجماهيره عشان يركز. احنا غير، احنا في الاهلي غير. فيما يتعلق بملف الاجانب، احنا عندنا 6 اجانب. نلخص كل ده في ايه؟ اشرف داري، يحيى عطية الله موجودين بنسبة 100%. ال4 الأجانب الباقيين في كلام عليهم. الوقت الحالي التركيز على راس حربة وجناح. في قرار أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي أو تفاهم، يعني صيغة تفاهم كده، إن مفيش تعاقدات للأهلي من أمريكا اللاتينية. خلاص نقفل باب أمريكا اللاتينية ده، لأن ملناش حظ في اللعيبة اللي بتيجي من أمريكا اللاتينية سواء من البرازيل أو كولومبيا أو ما شابه. تجاربهم معانا مش جيده، وهيتم التركيز في الفتره الجايه على اللعيبه الافارقه. بالنسبه لمركز راس الحربه على المستوى المحلي مفيش حد متاح، وانا بركز على كلمه متاح، محليا افضل من اللي موجودين في الاهلي، اللي هو وسام ابو علي ومعاه كهربا. هيتم التركيز ومنح فرصه تلو الاخرى للاعب محمد سمير لثقله وتجهيزه لانه يبقى راس الحربه المعتمد داخل النادي الاهلي مع اللي موجودين اللي هو وسام وكهربا. في تفكير في محمد شريف، ده بالنسبه للمهاجمين المحليين. الموضوع اللي الناس بتتكلم عليه سابق لاوانه، موضوع محمود تريزيجيه. في ناس اتكلمت بشكل ودي غير رسمي مع تريزيجيه ان هو لو هيكمل اعاره خارج ناديه التركي فان هو يجي الاهلي السنه اللي بعدها، وطبعا هيقدم شويه تنازلات ماليه عشان الراتب الكبير وخلافه. هو في النهايه ابن الاهلي، فالحوار ده موجود، لكن مفيش فيه كلام، يعني كلام نهائي في الايام اللي موجوده دلوقتي. مجلس الاداره قرر اخيرا تعيين مدير كوره، لان زي ما حضراتكم عارفين ان الكابتن محمد رمضان كان قائم باعمال مدير الكوره بجانب عمله الاساسي كمدير رياضي. الاسماء المرشحه ما بين عماد النحاس، وليد سليمان، علاء ميهوب، وليد صلاح الدين. الحقيقه كلها اسماء محترمه وسنها قريب من لاعبي الجيل الحالي، واعتقد ان التعجيل بتعيين مدير كوره امر مهم جدا في الوقت الحالي لاكتمال المنظومه وتحديد الاختصاصات. اخيرا فيما يتعلق بالعقوبات المسربه من اتحاد الكوره بخصوص مباراه الاهلي وبيراميدز، واللي اتكلم عنها الاعلامي هاني حتحوت في برنامجه، وكان من ضمنها ايقاف امام عاشور 4 مباريات بحجه انه قال لحسين الشحات ما تسلمش على الشيبي. مصدر من اتحاد الكوره نفى تماما توقيع اي عقوبه على امام عاشور، لان بالمنطق والعقل كده ايه البند اللي موجود في اللائحه واللي على اساسه ممكن يتم عقاب امام عاشور؟ ده بالاضافه لان الشيبي اساسا خرج من الملعب وقت عزف السلام الوطني بحجه انه خارج يشرب علشان ما يسلمش على لاعب الاهلي. ولو كان في عقوبه فعلا يبقى الاحق بها الشيبي مش امام عاشور. اعتقد العقوبه المسربه دي كانت بالونه اختبار،
وواجهت رد فعل قوي من النادي الاهلي، ومؤكد مفيش عقوبه من الاساس. وبالتوفيق لنادينا الحبيب النادي الاهلي، ونلتقي دائما على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.